أنا كريستيان جراي، رجل الأعمال المعروف، بس اللي الناس ما يعرفهوش هو إن حياتي كلها مبنية على السيطرة، على القواعد وعلى أسرار كتير. وده اللي هتعرفه لما تتفرج على سلسلة الأفلام الأقوى والأجرأ 50 Shades of Grey. بتتعرض دلوقتي حصرياً على قنوات تي في من غير ولا إعلان، وبجودة عالية هتخليك تحس بكل مشهد وكأنك جوه القصة. الجزء الأول 50 Shades of Grey. كل حاجة بدأت لما شابة بسيطة اسمها أناستازيا ستيل دخلت حياتي فجأة. كانت جاية تعمل معايا حوار صحفي بدل صاحبتها، لكن من أول لحظة شفتها فيها الدنيا وقفت. جمالها، براءتها، وطريقة كلامها خلوني مش قادر أقاوم. أنا راجل ليا أسلوبي الخاص في العلاقات، ما بأمنش بالحب الرومانسي. عندي قواعد واضحة وغرفة أسراري اللي محدش بيدخلها بسهولة. بس أنا كانت مختلفة. فضولها، تحديها، خلتني أقدم لها عقد مش زي أي علاقة عادية. وهي وافت، لكن ما كانتش متخيلة هي داخلها على إيه. الجزء الثاني 50 Shades Darker. بعد ما أنا بتمشي ببدأ أحس بالفراغ، مش مجرد رغبة، لأ، ده احتياج حقيقي ليها. بحاول أرجعها بأي تمن، وهي بتحط شروطها. عايزة علاقة حقيقية من غير سيطرة ولا عقود. لكن الماضي بدأ يطاردني. واحدة من علاقاتي القديمة بترجع، ومساعدي في الشغل بيحاول يأذيها. وسط كل ده علاقتنا بتقوى، وبطلب منها إنها تبقى مراتي. الجزء الثالث 50 Shades Freed. اتجوزنا، بس الجواز مش دايما نهاية الحكاية. ساعات بيكون بداية التحدي الحقيقي. الغيرة، الخوف، وحروب الشغل بتدخل ما بيننا. وفوق كل ده في حد من الماضي بيرجع ينتقم. حياتنا بتتحول لمعركة بين الحب والخطر، بس في الآخر أنا وهي بقينا واحد. حرية، حب، وقوة بعد ما تحررنا من كل القيود. دلوقتي تقدر تعيش القصة كاملة من البداية للنهاية على قنوات تي في من غير أي فواصل، وبجودة تخليك تحس بكل مشهد وكل نفس وكل لمسة. لو السلسلة لمستك أو خلتك تفكر بطريقة مختلفة عن العلاقات، شاركنا رأيك في تعليق، وقل لنا أنهي جزء كان المفضل ليك.